روجت صفحات ومواقع مغربية لصورة مفبركة تظهر الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وهو يقبل يد محمد الخامس، وقام موقع فيسبوك بحظرها، ونشرت صفحة تسمى المغربية 24. هذه الصورة وبدأ تداولها على نطاق تظهر الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين مقبلا يد الملك محمد الخامس، ودعت هذه الصفحة التي تحمل شعار الدقة والموضوعية أن الصورة من صحيفة لوموند الفرنسية، والصورة غلاف لصحيفة لوموند الفرنسية، كتب في أبرز عناوينها: الملك محمد الخامس يستقبل الرئيس هواري بومدين، تحته صورة على أنها لبومدين وهو يقبل يد ملك المغرب. أما المقالات الواردة فتعجز العين عن قراءتها، وكتب في التعليق المرافق للمنشور 800 مليون دينار جزائري الصفقة التي أعلنها حكام الجزائر لمن استطاع محو هذه الصورة عن الشبكة العنكبوتية. الرئيس الجزائري هواري بومدين يقبل يد المغفور له محمد الخامس. وحقق قسم الأخبار المزيفة بوكالة فرانس بريس في الصورة ليؤكد أنها لا تظهر الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين مقبلا يد الملك محمد الخامس. وتبين بعد التفتيش عنها باستخدام محركات البحث على الإنترنت أن الصورة معدلة، والأصلية منها منشورة في تقارير عن المغرب يظهر فيها كما ورد في التعليق المرافق لها ولي العهد مولاي الحسن وهو يقبل يد والده محمد الخامس عام 1950. وحسب التحقيق فالأحداث التاريخية المرفقة بهذه الصورة مغلوطة أيضا، فقد تسلم الرئيس هواري بومدين السلطة في الجزائر عام 1965، أما ملك المغرب محمد الخامس فقد توفي في فيفري 1961، وبالتالي من غير الممكن أن يكون الملك استقبل بومدين عندما كان على رأس السلطة في الجزائر حسب فرانس بريس.